اهلا بيكم. النهارده فاضل لنا البارت 1.5.2 و 1.5.3 وان شاء الله باذن الله ارفعهم النهارده ويبقى كده خلصنا شابتر 1 بفضل الله، وده اكبر شابتر في السيلابس كله. تعال نتكلم مع بعض عن الوول تيم ابروتش. الوول تيم ابروتش دي حاجه او سكيل مهمه لازم تتوفر عند التستر، اللي هو يكون عنده القدره انه يشتغل بشكل effectively مع السياق بتاع التيم. تمام. وان هو كمان يشارك بشكل بوزيتيف في تحقيق التيم جولز. حلو، وده هو الكلمتين اللي هو كاتبهم في اول سطرين. بيقول لك ايه هي one of the important skills for the tester is the ability to work effectively in a team context and contribute positively to the team goals. تمام كده، ان هو يشتغل كويس مع التيم حسب السياق ويساهم في تحقيق الجولز بتاعت التيمز. الوول تيم ابروتش ده هو عبارة عن براكتس. تمام، جاي منين؟ جاي من اساس، او في الاساس جاي من الاجايل، وحاجة محددة في الأجايل اسمها اكستريم بروجرامينج هي اللي بتدعم موضوع الوورد تيم ابروتش ده. وكان قبل كده لا يذكر يعني في الاي اس تي كيو بي، ولكن مؤخرا ضافوه بحيث يبقى عندك النولج بتاعته. تمام. السكيل بتاعت الوورد تيم ابروتش دي بيتم بنائها او بتبنى على شوية سكيلز. تمام. ايه هي شوية السكيلز دي؟ تعال نفهم بقى بالتفاصيل. هو قايل لنا ايه تحت؟ بيقول لك في الوول تيم ابروتش any team member with necessary knowledge and skills can perform any task. لو انت team member وعندك النولج، ماشي، وعندك المهارة اللازمة لعمل حاجة معينة، فانت تقدر تعملها. مش شرط ان شخص يعمل حاجة بعينها وخلاص، لا، انت ما دام عندك مالتي سكيلز او عندك اكتر من مهارة وانت بارت من التيم تقدر تعمل اكتر من حاجة عادي جدا. تمام. قال لك تاني حاجة في مبدأ الول تيم ابروتش ان كل شخص في التيم and everyone is responsible for the quality او for الكواليتي. يبقى حاجتين مهمين بيندرجوا تحت الول تيم ابروتش. اول حاجة ان ما دام الشخص عنده النسيسري او النولج والسكيل to perform any task هيبرفورم التاسك. تاني حاجة ان كل الاشخاص اللي موجودين في التيم هم responsible ايه عن الكواليتي. تمام. The team members share the same knowledge. um, the team members share the same workspace. وحاجة من ضمن برضو الوول تيم ابروتش ان التيم ممبرز يشتغلوا في نفس الورك سبيس، بس بطريقة ما من الطريقتين دول همش تالت طبعا اكيد. اول واحدة ان هم يكونوا موجودين في نفس الورك سبيس، اما فيزيكالي يعني بجسدهم بروحهم كده ان احنا مع بعض في الشركة، وده التقليدي والمعروف، او فيرتشوالي يعني بقى ايه عن طريق بقى الاتصال، ممكن خلال تيمز مثلا مع بعض على كل طول اليوم. اي تول تانية بتوفر ان الناس يكونوا موجودين مع بعض طول اليوم، معروف انهي بيزي انهي افيلبل دلوقتي، بحيث ان الناس تعرف تكولابريت مع بعضها بشكل ايه، بشكل سهل. تمام. يبقى من ضمن الحاجات اللي يعني بتكون موجوده ضمن مبدأ الوول تيم ابروتش، للناس تكون شغاله مع بعض في نفس المكان. ليه بقى؟ قال لك علشان ده بيفاسيليتيز الكوميونيكيشن اند الانتر اكشن، بيسهل الناس يكون عندها كوميونيكيشن وانتر اكشن مع بعضها. و الوول تيم ابروتش امبرسيف تيم داينامكس enhances communication and cooperation within the team. لان الوول تيم ابروتش نفسه لما بيتحقق يعني بيسهل برضو موضوع الكوميونيكيشنز، بيسهل موضوع الكولابوريشن، التعاون مع الناس. حتى لما يبقى في معلومة مثلا عندك ولو انت شغال مع الناس في نفس المكان، فبيكون من السهل عليك انك توصل للمعلومة دي. لكن مثلا احنا ما عندناش التواصل مع بعض سواء فيزيكالي او فيرتشوالي، ففي الحالة دي احنا هيبقى من الصعب انك توصل للمعلومة بشكل سريع وبشكل اسهل، مش هيبقى فيه كولابوريشن بشكل ايه، بشكل عالي. تمام كده. بص هو حتى هنا هوت ايه عند ايه creates synergy by allowing the various skills sits within the team to be leveraged for the benefits of the project. يعني هو بيقول لك يعني السكيلز بتاعت التيم هيكون سهل ان هي تتوصل، يعني الناس توصل لبعضها بيها، وبالتالي ده هيحقق البينيفيتس بتاعت البروجكت بشكل اسهل وبشكل ايه يعني احسن يعني. تمام. دي خلاصه التو بارتس الاولانيين في الهول تيم ابروتش. بعد كده بيقول لك ان التسترز work closely with other team members to ensure that. هينشروا ايه بقى؟ التسترز دول بيشتغلوا لو اتبعوا مبدأ الول تيم ابروتش بيشتغلوا جنب التيم.
يعني جنب الديفلوبر، جنب ما اعرفش الستيك هولدرز، جنب ما اعرفش، كله جنب بعضه. وده هي انشور حاجه معينه هم عايزين يحققوها، اللي احنا عارفينها، اللي هي ايه؟ ان احنا نحقق الكواليتي ليفل المطلوب اهو. desired quality level are achieved. تمام. الكواليتي ليفل اللي احنا عايزينه هيتحقق. تمام. لما نكون انا موجود وبنكولابوريت مع الناس، ففي الحاله دي انا هبقى شايف الكواليتي وصل لحد فين، هشوف هي متحققه بالليفل اللي احنا عايزينه ولا مش متحققه بالليفلز اللي احنا عايزينها. تمام. This include collaborating with business representative to help them create suitable acceptance testing. يعني قال لك امثله بقى اهوت. لما يكون التستر according to مبدأ الوول تيم ابروتش بيكولابوريت مع التيم، فبالتالي هو هيقدر يتعاون اهو، يكولابوريت مع البيزنس ريبريزنتيفز. طيب هيتعاون مع الناس دي ازاي؟ بان هو يهلب them to create suitable acceptance tests، ان هو يساعدهم ان هم يعملوا بقى acceptance testing، acceptance tests محترمه. لما السيستم بتاعنا يخلص فبنعمل له حاجه اسمها acceptance testing. تمام. فده علشان يطلع بشكل مظبوط، فالتسترز لازم يكولابوريت او على الاقل يساعدوا البيزنس ريبريزنتيفز في ان هم يكريتوا حاجه محترمه. تمام. وبرده ان هو يورك مع الديفلوبرز to agree on the test strategy and decide on the test automation approaches. لو انت دلوقتي تيستر حلو وشغال تيست اوتوميشن، فلو انت اشتغلت مع الديفلوبرز او تعاونت مع الديفلوبرز، فده هيساعدك اكتر انك تنهانس الكود اللي انت بتعمل بيه اوتوميشن. ده هيساعد اكتر برضو ان انت مثلا ممكن تقول لهم يا جماعه خلي بالكم وانا بعمل تيستنج بستخدم مثلا حاجات معينه، زي لو انت عندك انفو لما تيجي مثلا تجيب البتاع ده، اللهم صل على النبي، لما تيجي تشتغل في الاوتوميشن في حاجه اسمها لوكيتورز. فانت مثلا لو مثلا خليت الديفلوبر ده يخليك اللوكيتورز مثلا الاي دي عاده بيكون الايتم بيكون يونيك، وبيكون سهل في الاستخدام. فلو هو يعني ادرك النقطه دي، فدي هتكون بوينت تسهل لك انت شغلك. فده جاي منين؟ جاي من التيم كولابوريشن او الوول تيم ابروتش. ودي بوينت كويسه لو اتحققت. تمام. فانا بوضح لك يعني لو هو تعاون مع الديفلوبر هيحصل ايه. التسترز كان thus transfer testing knowledge to other team members and influence the development of the product. زي ما انا قلت لك ان التسترز بس مش بس بيعملوا التستنج، لا، هو لو موجود مع التيم فهيدي النولج بتاعته للاذر تيم ممبرز. حلو. حتى لو كانوا تيسترز زيه بس اقل في الاكسبيرينس، فهينقل لهم الاكسبيرينس بسهوله. وكمان هيشارك في ان احنا نديفلوب البرودكت، مش جاست ان هو يعمل تيستنج بس، لا، ده هو هيهلب كمان في ان احنا نديفلوب او نعمل ديفلوبمنت للبرودكت بتاعنا. depending on the context، بيقول لك بقى depending on the context the whole team approach may not always be appropriate for instance in some situations. بيقول لك ان مش دايما ان احنا نقدر نعمل الوول تيم ابروتش ده. طب ليه يا باشا مش دايما نعمل الوول تيم ابروتش؟ انا اقولها لك ببساطه. هو هنا عطينا مثال، يعني بيقول لك زي مثلا في حاله السيفتي كريتيكال بروجكتس مثلا، بيقول لك احنا بنبقى عايزين هاي ليفل من التست اندبندنس مش كولابريشن او وول تيم ابروتش، عايزين العكس يعني. طيب اديني انا هحاول اديها لك بامثله اخرى يعني غير السيفتي كريتيكال دي. لو افترضنا مثلا ان احنا بنعمل بروجكت ليه علاقه بال نقوله ايه مثلا، نقوله ليه علاقه بالطيران. لو افترضنا ان هذه البتاعه كده دي طياره مثلا اهي، ليه علاقه بالطيران. الطيران ده حاجه هاي كريتيكال. تمام. يعني حاجة خطر جدا، في أرواح ناس وفي طيران وفي فلوس كتير بتندفع وكده. فلما بنعمل وول تيم ابروتش بيبقى في نوع كده من ايه التعاون واصدقائي في الشغل والتيم بتاعي وبتاع، فاحنا ممكن في بعض الأحيان نتجاوز في شيء بسيط. لكن لما يكون في اندبندنس، ولو هاي ليفل اندبندنس، يعني شركة تانية هي اللي تعمل ريتست، ففي الحالة دي مش هيكون في أي نوع من المشاعر أو نوع من العواطف، علشان هيتستوا بشكل بقى يكون الريزلت النهائية إن هم هيتستوا بشكل فيري فير أو بشكل عادل جدا، وبالتالي نوصل لأعلى كواليتي عشان حاجة شبه كده ما فيهاش هزار. كذلك لما يبقى في ميديكال فيلد برضو، لو مثلا حاجه ليها علاقه بالمرضى، حاجه ليها علاقه بان احنا بنصنع جهاز بيطلع اشعه معينه، فالحاجات دي
يعني السيفتي بتاعتها عاليه والكريتيكاليتي بتاعتها عاليه، فبالتالي بنحتاج اندبندنسي عاليه حتى لو ناس بره الشركه خالص هم اللي عملوا ريتيست او هم اللي عملوا التستنج بعد مننا، علشان يدونا تيست فير انف تو سيف الكواليتي. ففي الحاله دي بنحتاج اندبندنسي عاليه مش كولابوريشن. اشوفكم في اخر بارت.